انا وصلت قدام بوابة الجنة. الفتحة اللي ورايا دي الصينيين معتقدين انها بوابة الجنة. يلا يلا. وصلت. يا نهار ابيض يا ابن المجنونة. انا جوه السحاب يا جماعة. الواحد بص يتمشى كده اهو ويشم الهوا النقي ده المنظر من هنا اهو. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا دلوقتي في محطة القطر بتاعة تشونج تشينج، ويلا بينا على جانجياجي. بصوا المحطة بتاعة تشونج تشينج عاملة ازاي؟ دخلتها تحسها مطار. شايفين الحجم قد ايه؟ عملاقة بمعنى الكلمة. هدخل بقى المحطة دلوقتي، اركب بقى القطر. عندي قطر ساعتين وشوية. نتقابل بقى ان شاء الله في جانجياجي. يلا اشوفكم تاني، باي. انا دلوقتي وصلت مدينة جانجياجي في الصين. لسه طالع من محطة القطر وبصوا لقيت ايه؟ شكلها كده هتبقى مدينة رايقة. أول ما خرجت من محطة القطر لقيتهم بيعزفوا هنا كده. شكلها كده هتبقى مدينة زي الفل. بداية لطيفة باستقبال حافل يعني. هم كانوا بيستقبلوني خلاص، خلصوا كده. شكرا يا جماعة، شكرا. احنا في مدينة جانجياجي، يعني الطبيعة بقى والجبال. وفكنا بقى من جو ناطحات السحاب ده بقى. خلينا نشوف شوية طبيعة بقى ونطلع جبال بقى والتلفريج. يلا بينا بقى نشوف هنروح المدينة ازاي. هنا غالبا هيبقى تاكسي او باص. انا طلبت ديدي لان تقريبا هنا مفيش باصات، او انا بصراحة تعبان ما دورتش كتير. العربية اللي جت اهي. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。Welcome to Chanjiaji。Welcome to Chanjiaji。Chanjiaji。我说的照相机。Chanjiaji。照相的机。وصلنا خلاص جانجياجي يا جماعه. بصوا الطبيعه. نرجع بقى لايام ماليزيا وفيتنام وتايلاند ولينكاوي وطلوع الجبال والتلفريك، وهنعيش هنا عيشه ايه انا بحبها بصراحه. انا بعشق الطبيعه. انا متحمس للبلد دي قوي بصراحه. الاستقبال كامل كده من المحطه كان جميل. هوصل الفندق، احط حاجتي وانزل اتمشى في المدينه كده اشوف الاجواء ايه. وصلنا خلاص الاوضه. اوضه على قدها شويه، مش فاكر حجزتها ب 12 او 13 دولار بس لذيذه يعني. السرير حلو تحفه اهو. الفيو هنا على الجبل بقى. نزلت بقى ادور على مكان حلال اكل. بعد كده ايه نشوف المدينه دي اخبارها ايه. هي المدينه دي مش متطوره قوي شبه المدن اللي فاتت. تلفريك هنا ماشي في وسط المدينه، يعني هو بيطلع من وسط المدينه للجبل على طول. انت ماشي في المدينه فوقك التلفريك. بقيت بجيب المطعم الحلال كده. بص جيت هنا بقى لقيت الازوزه اللي انا جبتها في تشونج تشينج بس على كبير. طعمها حلو قوي. النودلز جت يا جماعه. والله بقى بيوحشني النودلز يا جماعه، والله وحشتني. قبل الاكل حماده وبعد الاكل حماده تاني خالص. تعالوا بقى نلف في المدينه كده ونكتشف ايه اللي موجود في المدينه دي. احنا دلوقتي موجودين في البارك بتاعت وسط المدينه. جنينه كبيره كده وقعدات، وفي هناك ناس بترقص، موسيقى ورقص واجواء في كل مكان. المكان ده كده فوق بحيره. المنظر من هنا جامد قوي. ودي البحيره من الناحيه التانيه. عاملين تمثال في وسط الميه لسمكه، وفي مسرح هناك. وانا مش عارف المسرح ده ايه، ممكن يكونوا بيعملوا عروض هنا. وناس بتصطاد تحت. شايفين الجبل ده؟ الجبل اللي هنطلعه بكره ان شاء الله. شوفكم بكره من فوق الجبل بقى. بص دول بيرقصوا هنا اهو، وفي شله تانيه بترقص هناك، شله اكبر شويه. كل لمبه منوره تحتيها ناس بترقص. اجواء والله العظيم. بصوا الناس. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل. دلوقتي احنا طالعين جبل تيامون في مدينه جانجياجي. الجبل ده فيه حاجات كتير قوي، جسر زجاجي، وفي بوابه الجنه اللي هم بيقولوا عليها دي. فتعالوا بقى نخش نكتشف كده. احنا قدام التلفريك. هلو. How much? $8.99 sold out. Sold? Yeah. Today only 6. Why? Sold out. كده قطعنا التيكت خلاص. التيكت ده هو البلان سي. البلان ايه والبلان بي مفيش تذاكر، خلصت. فالبلان سي دي المفروض ان احنا هناخد اتوبيس نروح بيه لحد الكيبل كار التاني. هو في 2 تلفريك هنا، واحد بيطلع من وسط المدينه وواحد بيطلع من اول الجبل. فاحنا هنطلع من اول الجبل، تقريبا هيودينا قبل المحطه بتاعه السلالم اللي بتطلعك على بوابه السماء بتاعتهم دي.
فهنطلع بقى على رجلينا بوابة السماء ونلف فوق في الجبل، وبعد كده ننزل تاني عند الكيبل كار، وبعدين ياخدونا بأتوبيس يرجعونا بقى على المدينة على طول. هنقف في الطابور، ولما يجي باص هنركبه، وبعدين نطلع للتلفريك فوق. دي المحطة اللي بنقف عندها نركب الباصات اهي. انا دلوقتي ركبت الباص وطالع على الجبل. وصلنا كده للجبل اهو. الجبل ده خطير يا جماعة، الطبيعة هنا رهيبة. جبل تحفة تحفة بجد. طب ده اللي شايفينه من تحت، امال هنشوف ايه من فوق؟ في شوية محلات هنا، ولا عايز تشتري مية تشتري اي حاجة. يلا بينا نطلع الجبل. معلومة مهمة، لازم الباسبور بتاعك يكون معاك وانت بتروح الاماكن السياحية. في الصين الاماكن السياحية والقطر بالباسبور، ما بتدخلش من غيره، فخليه دايما معاك. انما لو بتتمشى في المدينة عادي سيبه في الفندق. دلوقتي خلاص رايحين نركب التلفريك في وسط الجبل. بقى في مسرح هناك اهو، غالبا بيعملوا هنا عروض يعني. اعملوا حسابكم ان انتوا هتمشوا هنا كتير قوي. يعني انا بقالي مثلا تلت ساعة ماشي ولا اكتر علشان بس اوصل للمكان اللي هركب منه التلفريك. لسه بقى فوق الجبل مواضيع تانية خالص. يا اخيرا وصلنا للمكان اللي هنركب منه التلفريك. اوبا، ده مش تلفريك، ده عربية. صفين هنا وصفين هنا. بصوا التلفريك حجمه قد ايه، بيشيل 24، يعني اتوبيس 24 فرد. يلا بينا. شايفين التلفريك عامل ازاي؟ اتوبيس طاير. ايه المكان المرعب اللي انا فيه ده؟ بصوا احنا فين؟ يعني انا مش عارف انتوا متخيلين العلو ولا احنا بعيد قوي. بصوا المدينه فين. انا هقرب كده، شايفين الكاميرا اصلا مش جايبه المدينه. المفاجاه بقى ان لسه ورايا جبال، ان احنا لسه هنطلع فوق اكتر. تعالوا بقى نطلع للمكان اللي اعلى من ده. عارفين احلى حاجه هنا ايه؟ ان انا مش متضايق من الجو بجد. الجو هنا جميل، الخضره في كل مكان، الهواء نقي. انا وصلت قدام بوابه الجنه. الفتحه اللي ورايا دي الصينيين معتقدين انها بوابه الجنه او الباب الى السماء، بس احنا كمسلمين ملناش دعوه بالكلام ده. احنا الجنه بتاعتنا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. تعالوا بقى نطلع فوق ونكتشف ليه الصينيين معتقدين ان الفتحه دي الباب الى السماء. وعشان نطلع فوق محتاجين نطلع 999 درجه سلم. تعالوا معايا بقى نخوض التجربه دي مع بعض ونشوف الدنيا فوق ايه. نسمي الله بقى مع بعض كده ونبتدي نطلع. دي الدخله في الاول، هي الدخله عملاقه كده. بسم الله يا رب. ايه الحمد لله وصلنا اول محطه. بس كده، ايه رايكم؟ كفايه احنا يا دوب طلعنا 3-4 سلالم لسه كل ده. وهنا بقى مكان كده بيولعوا فيه بخور وشويه حاجات بقى ليها علاقه بالديانه بتاعتهم يعني. خدوا مني الزتونه بقى من واحد بيحب يطلع الحاجات دي. طلوع الحاجات دي محتاج بص كانك بتتمشى على الهادي يا زبادي. هتتعب برضو وتقعد كده كل شويه. استنوا اما اوريكم الفيو من هنا. شايفين الشلال ده بقى رايق. لا لا لا، ده بقى اللي احنا ما اتفقناش عليه. هنا بقى المشكله، السلالم هنا عموديه، يعني انت حتى حاطين حديد اهو عشان تشد فيه وتمسك فيه. بصوا ممكن تطلع 2 ب2 2 ب2 2 ب2 بس كده. عصب رجلك تبوظ وتطلع واحده بواحده واحده بواحده. مش قادر. هانت اهو طلعنا ربع المكان من غير ما نحس بحاجه. نعمل ايه بقى؟ نقعد بقى، نقعد نشرب عشان انا عطشان قوي. يلا بينا اهو. بصوا شايفين الموضوع صعب يا جدعان والله. مفيش حيله نافعه مع انسوا خبرتي. انت هيطلع عينك يعني هيطلع عينك. السلالم بقى العموديه دي قصه. سلالم مرفوعه لفوق كده دي بتبوظ العضله بقى. لا لا لا، ريح شويه. يلا بينا تاني سلالم من دي. شايفين الفيو من ورايا حلو ازاي؟ مش قادر. شويه اللي جايين دول اكترهم واقفين. انا تقريبا كده قربت يعني. مش قادر، هموت. خلاص مش قادر، هموت. تعبت. فاضل قد ايه؟ هانت في الاواخر. انسوا نصايحي، الموضوع متعب جدا. يلا نكمل. مش قادر. هنزحف خلاص كده. الباقي ده هنقضيه زحف بقى مع بعض. يا لهوي الموضوع صعب. فاضل لنا حاجه بسيطه قوي، يلا نخلصها. تعبت، مش قادر. خلاص اهو، خلاص قربنا. يلا يلا. يعني اخر 10 سلمات اهو. وصلت وصلت خلاص، اخيرا وصلت. الموضوع صعب.
تعالوا بقى نشوف ايه اللي موجود في بوابة الجنة ده. مية شتاء واسماك، دي بوابة الجنة بقى يا جماعة اللي بيقولوا عليها. في زي حوض مية، حوض سمك مليان سمك اهو. ودي الفتحة، مش عارف ما فيش حاجة فيها مهمة غير ان هي فتحة بتبص على السماء مثلا. يعني هي ممكن هم سموها بوابة السماء عشان هي بتبص على السماء. شايفين السمك اهو والبوابة اهي. ده اللي موجود في بوابة الجنة يا جماعة. ودي بقى لقطة 360 للفتحة عشان تبقوا شايفينها كويس اهي. لقطة 360 وانا اهو جنب الفتحة كده في كهف بنمشي فيه عشان نطلع الجبل من فوق. هنا بقى شكل الفتحة من الناحية التانية اهي. اهو انا كده جوه الفتحة يا جماعة. شايفين يا جماعة المنظر بقى من هنا؟ في بيوت صغيرة في وسط الجبال دي، يعني دول بقى اللي يتقال عليهم عايشين جوه الديسك توب فعلا. انا اول مرة في حياتي اعرف ان في ناس بتعيش جوه الديسك توب، بجد المنظر من هنا خيالي. يلا بينا بقى نكمل بقى طلوع الجبل ده اما نشوف اخره ايه. بصوا هنا بنطلع سلالم كهرباء، انا مش عارف بتودي على فين بس السلم طويل قوي، سلم تقريبا 100 درجة ولا حاجة. احنا بعد ما طلعنا بوابة الجنة بنطلع مكان تاني بس مش عارف فين. طب انتم مودينا فين؟ شايفين اصلا السلم عامل ازاي؟ طويل قوي، ده السلم رقم 5. احنا بقالنا كتير قوي في السلالم الكهرباء، بقالي بتاع تقريبا تلت ساعة يعني. ياه اخيرا وصلنا. ده السلالم الكهرباء دي خدت وقت اكتر من السلالم اللي هي بتاع اللي انا طالعها على رجلي. سلالم بتاع 7-8 سلالم، كل سلم بياخد له بتاع 2-3. احنا كده وصلنا لثالث قمه بالتلفريك، وقمه طلوع على رجلينا، وقمه طلوع بسلالم الكهرباء. نوصل للليفل ده. ايه الليفل ده؟ يا نهار ابيض، لسه في قمه تانية اهي. شايفين المنظر من هنا عامل ازاي؟ احنا في جبل فوق جبل فوق جبل فوق جبل. تعالوا بقى اوريكم هنا احسن تجربه ممكن تشوفوها. في حد هينط من فوق، كاميرا مش هتجيبه كويس. يا نهار ابيض يا ابن المجنونه. يا ابن المجنونه، الراجل نط من هنا، نط من وده نزل بيه تحت. والله برنس، نط ومع لابس بتاع جناحات كده وصل. الدنيا بدأت تشتي جامد. تعالوا بقى نريح تحت شوية. الدنيا بدأت تشتي شتاء محترم، فأنا خايف بقى تفضل بتشتي كده واليوم بتاعنا يبوظ. يعني أتمنى لا، لأن أنا لسه اليوم هنا طويل يعني. وهي لما بتشتي هنا انسى بقى خلاص. ساعة 2 3 4 المدينة ما بقتش ظاهرة من تحت. يعني المدينة خلاص اختفت. اللي بكلمكم فيه ده 5-6 دقايق يعني. انا لسه مصوركم الراجل اللي كان بينط. فجأة الدنيا قامت مغيمة مرة واحدة مديها شتاء. الدنيا بتشتي وبتشتي جامد. شتاء. اليوم كان ماشي حلو وزي الفل ومفيش شتاء والاجواء تمام. بص الناس كلها دخلت جوه، بقالها كتير قوي بتشتي. تعالوا بقى نشوف احنا طلعنا فين بعد ما خلصنا بوابة السماء. وبعد كده فضلنا نطلع على سلالم من سلالم كهرباء لسلالم خشب لسلالم حديد لسلالم طين، كل حاجة. والدنيا شدت فوق دماغي. بس عايز اقول لكم انا في احلى مكان وصلت له في حياتي. انا فوق السحاب. بص السحب ماشية جنبي ازاي. انا في اعلى قمة في الجبال دي كلها. انا جوه السحاب يا جماعة، والله العظيم جوه السحاب اهو. السحابه معديه من جنب مننا من المكان اللي احنا واقفين فيه، وانا جوه السحاب نفسها. انتوا مش شايفين حاجه لان انا جوه السحب وانا جواها. اظن مفيش احلى من كده في الحياه. والجو حلو، بصوا جميل اهو. انا جوه السحابه احنا واقفين جواها اهوت ماشيه. خلاص راحت. انا اول مره اعيش تجربه ان انا ابقى جوه سحابه. دايما بنطير بالطياره بنبقى فوق السحاب والجو ده. تجربة ان انت تعيش جوه السحابة نفسها، يعني تعيش لحظة كده انك تبقى جوه السحابة. بص السحب داخلة علينا ازاي اهي. وانت عارف عشان جوه السحاب انا خلاص ايديا بقت كلها رطوبة، يعني ايديا بقت مبلولة. نيهاو. تخيلين المنظر. انا في اعلى مكان في جبل تيانمون في مدينة جانجياجي في الصين. من حاجة المدينة ظهرت تاني. المدينة ظهرت تاني.
شايفين؟ انا دلوقتي فوق الديسك توب، تحت كنت جوه الديسك توب. بجد يا جماعه تجربه كانت رائعه، انك تبقى فوق السحاب دي تجربه جميله قوي. تيجوا ننزل على رجلينا يمكن نلاقي حاجه تانية جديده ما عملناهاش. بصوا بقى الجنينه هنا، الواحد بص يتمشى كده اهو اهو ويشم الهواء النقي ده. انا مبسوط، يمكن الايام اللي فاتت ما كنتش مبسوط الانبساط ده. انا بصراحه قررت اخدها تاني، انزل على رجلي ما انزلش في الاسانسير. انتوا بس لازم تبقوا عارفين ان في اسانسير هنا، لو انت تعبت ممكن تنزل فيه. انا راجل بعشق الطبيعه، حطني في الطبيعه ما ازهقش. انا في المكان هنا من الساعه 12 الصبح الساعه 5 الساعه داخله على 6 بلف فيه، هكتشفه كله. يعني هكتشفه كله. لما يكون في مكان طبيعه عارفين ان اسلام عسكر هيبقى فيه، اعرفوا ان هو هيفليه. مش مهم رجلي بتوجعني، هنشم الهواء النقي ده فين غير هنا؟ ايه اللي يخليني اركب اسانسير؟ هشم انا الهوا ده في الاسانسير؟ هلاقي احلى من كده ايه في الدنيا؟ انا ماشي في وسط جنينه طبيعيه 100%. احنا هنا في كهف كده في وسط جبل بيعدينا للناحيه التانيه. دلوقتي بقى احنا نازلين نمشي على حافه الجبل. هنمشي على جسر زجاجي. ليه تعدي عادي كده لما ممكن نعمل لك حاجه اكستريملي وتدفع فيها فلوس برضو؟ هو طريق بس من الازاز. احنا هنا بصوا ماشيين على خشب عادي هناك بقى هنمشي على زجاج. يلا بينا على الجسر الزجاجي اهو يا معلم. ولا الهوا ولا اي حاجه، هو المنظر بس حلو من هنا. بتاع سكاي ووك في دبي مخيف عنه، لا مش قوي كده يعني، الموضوع مخيف برضه بس لما بتسند هنا. Where I come from? Egypt, IG. Oh, Egypt. You know Egypt? 埃及。 Pyramids. 对，金 Yeah. 字塔。 Yeah. 金字塔 beautiful。 Thank you. You too. China's beautiful too. 对 Nice to meet you. Thank you. ，China 埃及 good friend。 Yes. Yes, yes. Yes, that's true. See you. Bye. 拜拜。 باي. بقول لك تشاينا وايجيبت جود فريندز. ده المنظر من هنا اهو اهو اهو. المدينه هناك اهي، المدينه وصلت اهي يا معلم. هو ده الجسر الزجاجي اللي موجود هنا. انا عايز اقول لكم ان المكان اللي انا واقف فيه ده مرعب اكتر من بتاع الزجاجي ده. بص عاملين الجسر في الهوا ازاي تمشي عليه. ننزل بقى ال 999 درجه سلم تاني تقريبا. ده يا جماعه زي سلم كهرباء تنزل من عليه هنا. فلا انا بحب انزل في الاجواء، بس طبعا النزول بيبقى اسهل بكتير من الطلوع. بس انت النزول انت ممكن ما توقفش خالص، يعني تنزله كله مره واحده، وغالبا هننزله كله مره واحده. شايفين البوابه عامله ازاي؟ خلاص قفلت بقى. بصوا يا جماعه هشرح لكم سريعا كده بوابه الجنه دي فين، والجبل التيانمون ده بتطلعوا ازاي. بتروحوا عند المكان اللي هو اسمه كيبل كار ده في وسط المدينه في السنتر بتاع المدينه. بتلاقي هناك الشباك بتخش تحجز. هو في 3 طرق للطلوع، بلان A وبلان B وبلان C. بس انا عشان صحيت متاخر البلان A والبلان B دول كانوا متباعين، بس دول التلفريك بياخدك من المدينه يوديك لحد فوق خالص خالص خالص، يعني ما بتجيش عند هنا عند بوابه الجنه، بتنزل لها انت بقى لو عايز تنزل لها. البلان سي بقى اللي انا جيت فيها بياخدك اتوبيس من المدينه يوديك لحد التلفريك التاني. بس التلفريك التاني ده ضخم، ما بيوقفش عليه ناس كتير، ما فيهوش زحمه، لان العربيه بتاخد 24 فرد فيها 24 كرسي، انتوا متخيلين؟ وبعدين بيطلع بيك لحد المكان اللي احنا قاعدين فيه ده. هنا بقى عندك 2 اوبشن، يا تطلع سلالم كهرباء لحد فوق البوابه اللي فوق اللي هي بوابه الجنه دي، يا اما تطلع على رجليك ال 999 سلمه اللي ورايا دول. وانا طلعتهم وهي تجربه حلوه وبتطلع شويه الطاقه اللي جواك يعني. بعد كده بتطلع سلالم كهرباء حوالي برضو 600 سلمه لقمه تانية كده، فيها اكل وشرب وكده. بعد كده بتروح بقى في اكتيفيتي فوق، في مكان تروح تتعدي من على جسر زجاجي، في مكان تاني بقى انا رحته اعلى بقى قمه في الجبل. بس هي دي تجربتي كامله مع الجبل هنا. المكان بصراحه خرافي، بنصح اي حد في الصين لازم يزوره. وكده بتنتهي الرحله بتاعتنا النهارده في جبل تيانمون في مدينه جانجيجيل. باي باي جبل. اروح اركب بقى التلفريك وانزل. شايفين المدينه من هنا عامله ازاي؟